يا صباح الفل والورد والياسمين، يا صباح السعادة، يا صباح الرضا، يا صباح كل حاجة حلوة، يا صباح الناس الجميلة، الناس اللي دايما بتشجعني بتعليقاتها الجميلة. يا ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وجودكم في القناة نعمة على راسي من فوق. وقت بقى هنا الصبح الساعة كام؟ وقت الساعة 7:30. ودينا العيال الحضانة ولبسناهم ونزلناهم وقلنا نعمل ايه؟ نفطر، نعمل فطار سريع كده معاكم، ايه انا وانتم مع بعض. حطينا بقى نعمل كوبايه نسكافيه باللبن كده، شغلنا المضرب وهنعمل كوبايه نسكافيه وسندوتشين حلوين كده، ونفطر بقى مع بعض عشان نتكل على الله. رايحين فين؟ رايحين السوق، النهارده يوم السوق. رحنا السوق بقى، طبعا هناك انا حماه بيبقى فرش وكده، فبقف معاه وبعد ما بخلص بسوق وبجيب حاجاتي وباجي. فبيبقى اليوم دوت يعني اليوم الوحيد اللي بيبقى في الاسبوع كله بيبقى تعب. ربنا يعين كل واحد على حاله يا رب، ويرزق كل واحد بكل اللي بيتمناه، ويفتحها علينا وعليكم جميعا يا رب. خلاص كده بقى هكمل بقية الكوباية نصبها نسكافيه باللبن. العيش ده يا جماعة والله. خلص بقى نعمل لنا سندوتشين جبنة كده، جبنة بيضة على جبنة رومي، ونفطر بقى وناخد علاجنا عشان طبعا ايه ماشيين بعلاج. ربنا يحوش عننا جميعا يا رب. فهنفطر بقى عشان ناخد العلاج ونتكل على الله. احب اشكركم جدا جدا على دعواتكم اللي انتوا بتدعوها ليا، وكلامكم اللي بيشجعني في الكومنتات والله. بجد بجد بشكركم، بشكر اي حد بيقول تعليق ايجابي، وبشكر برضك اللي بيحط لي تعليق سلبي. دي بقى جبنه كيري طلعت في العالي قوي 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 يعني. حتى خرطتين جبنه رومي كده وتوص. افطري فطاري كلمتين بقى عشان تقدري ايه تقاومي كده. الفيلم ده مش عارفه كان ماله معوج ليه. حط جبنه رومي حشره حشره. عم حد احوش يلا. تيتا اللانشون كمان كده. يا هي العيال تاخد لانش بوكس وانا ما اعملش لانش بوكس واكل. كل يا اختي كل. طبعا بقى يا جماعه ما تقوليش انت تاكلي 3 سندوتشات لوحدك، لا كنت انا وابني. ما انا معايا 2 بيروحوا الحضانه، وواحد قاعد لسه يبدا مدرسه ايه يوم الاثنين ان شاء الله، اللي هو بكره يعني، من غير مقاطعه. نقفل بقى كل حاجه زي ما هي، نروح نفطر كده بقى ايه، ونشوف هنعمل ايه عشان نطلع على روتين المشقه. شوف كوبايه النسكافيه باللبن دي في حته تالته خالص. هنا بقى كنت نزلت اهوت الشنطة في ايدي وقفلت الباب وخدت البوك بتاعي، وقلنا بقى ايه نتكل على الله كده عشان نروح نتسوق بدري. هنا بقى السوق. هنا بقى كنا اتسوقنا وجينا، ودلوقتي كنا بالليل يعني حوالي الساعة 8. على ما خلصنا بقى واتغدينا وطلعت شقته وكده، فعلى ما اليوم خلص بقى. هنا بقى هبدأ اغسل الفاكهة اللي انا جبتها. انا جبت هنا عندي مانجا، وجبت بتاع الله المستعان بلح اسمر، وجبت خيار، وجبت قشطة عشان الفطير والاوردرات اللي بتطلب مني، وجبت طبق مرته، وجبت تين. كفايه دولت رضا اللي لحقتهم والله. عم لحقت اقوم من مكان اجيب حاجه يعني. وطبعا الاسعار نار نار نار، رز او فاكهه او طماطم او اي حاجه. هنا بقى غسلنا البلح اهوت نصفي بقى. الخيار بقى مش دول الا مش هغسله. وجبت واحدة سمبوسة بردك ونص كيلو جلاش عشان نبقى نعمل حاجة حلوة مع بعض كده. والتين اهوت قلت اغسله بردك واقفل عليه الحافظة عشان لو حد معاه خد واحد يبقى مغسول. عشان انتوا عارفين طبعا بيبقى في رمل وفي حاجات، فايه مبقاش في حاجة يعني، مبقاش في منه ضرر ولا حاجة. اهو بقولكوا شفتوا تنقيتي في التين حلوة ازاي. انا كنت واخدة العلبة معايا عشان اجيب فيها عشان ما يتهرش مني من الحر. هروح بقى ارص الحاجات. المانجا ديت اكلها تحفة تحفة، اللي هي النعوم دي اكلها جميل جميل يعني. فهروح ارص بقى الحاجة في التلاجة واجيلكوا تاني. هنا بقى زي ما انتوا شايفين رحت حطيت الحاجة في التلاجة، والتلاجة طبعا انا كنت غسلاها قبل المدارس وكده، ومرضتش اصورها. صورت معاكم كام مرة غسيل التلاجة بقى في ايه، فقلت كفاية كده. فظبطت التلاجة كنت غسلاها كده ورصاها. وعشان بقى ايه نحط فيها رصيت فيها الحاجة اهيت وحاجات السندوتشات وكده. كنا مسوقين لي السندوتشات. جالي بقى ايه اوردر كده، فنفتحه مع بعض كده نشوفه. دهب 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 دهب. حاجة هتبقى عندك في البيت دهب. الدهب جالك لحد عندك اهو. تعالوا شوف كده معانا ايه ونفتح. والتغليب بتاع الشركة بصراحة
جميل جميل جميل. يعني هي الحاجة بلاستيك ايوه، مش ازاز ومش هتتكسر، بس مغلفينها تغليف حلو قوي. انا عجبني بصراحة التغليف بتاعهم او محافظتهم على الحاجة. والله لو اقول لكم ان انا شامة الريحة من قبل ما افتح الكرتونة، مسافة ما اشتلت الكيس البلاستيك دوت بس كده، شميت الريحة. والله شميت الريحة من غير مش اي حاجة. طبعا الشركة مش بعتها لي ولا جاية هدية ولا اي حاجة، انا شارياها ودافعة فيها فلوس، وما يعرفوش انا هعمل عنها ريفيو او هفتحها ولا لا. وهي جاية وعايزة افتحها، بس قلت والله هفتحها معاكم ونشوفها سوا مع بعض. بس انا والله اول مرة افتحها معاكم، وهي باينة اصلا ان انا اول مرة افتحها معاكم اهو. بس ريحة البتاع من ساعة ما اشتريت الكيس البلاستيك وهي باينة والله. بهارات يا جماعة من شركة دهب. البهارات ديت بصراحة ريحتها جميلة. والحبة البهارات اللي هما 150 جرام دولت، بعتولي معاها بتاع بلاستيك، علبة بلاستيك عشان افضهم فيها. مم. كنت مبسوطة بهم قوي قوي لانهم بصراحة ريحتهم جميلة. وانا كنت شاكة ان هي مثلا فلوس تروح على الارض او كده. لا بس بصراحة الريحة بتاعت البهارات كلها محطوط فيها ايه، شطة وروزماري وورق لورا مطحون وفلفل اسمر وكمون وكزبرة، توم باودر، بصل باودر، شطة، بابريكا مدخنة. في حاجة كمان، هما المهم ان هما 12 علبة، وال13 اللي هي ال 150 جرام دي، وكركم وكاري. يعني فيها 12 نوع ديت عشان الكاميرا امامية مش باين. فلفل ديت فلفل اسمر وكزبرة. انا كنت هعملها كده لقيتها ايه ان هي مش هتيجي تبان لكم، فهي عشان الكاميرا امامية. بصراحة ريحتهم تحفة 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 تحفة. الريحة جميلة والله تستاهل ان انا اجرب. كان في عندهم انواع تانية، ان شاء الله الاوردر الجاي هطلب بقية الانواع التانية اللي انا عايزاها، عشان يبقى كل الانواع ايه كده عندي بقى. والعلبة ملانة وما شاء الله السعر جميل وحلو. اطلبوا وانت مطمنة بيجيلك الاوردر لحد باب البيت. انا جالي الاوردر لحد باب البيت. وعايزه اقول لكم بفلوس رمزيه صغيره جدا، يعني مش بياخدوا شحن كتير ولا حاجه، يعني هم حق البهارات بس. ما بياخدوش شحن كتير، حوالي 10 او 20 جنيه بس مش اكتر. والاوردر جاي لي لحد باب البيت. او ما شاء الله 12 واحده جمال جمال جمال. توم باودر، بصل باودر، بابريكا مدخنه، كمون، كزبره، ورق لورا مطحون، روزماري، زعتر، مش عارفه بقى، شطه او تشطه بقى. اه بصراحة ريحتهم تحفة. ال150 جرام التانيين اللي أنا جبتهم لوحدهم دولت، جبتهم خلطة للمحشي. ريحتها جميلة تحفة 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 تحفة. أنا قعدت فتحتهم من حلاوتهم، شميت ريحتهم كلهم والله. كنت بقول لأ ده مش ريحة حلوة ومش عارف ايه. لقيت كلهم ريحتهم ما شاء الله نفاذة وجميلة. دي بقى تمشي معاكي كبسة، رز بسمتي، بتعملي مسحب دجاج، أي حاجة. الريحة بقولك نفاذة تخليني اعطس يعني. الريحة بتاعتهم شديدة اوي قوية يعني. بصل باودر اهوت، توم باودر. انا فتحتهم كلهم عشان اشوفهم بصراحة، اشم ريحتهم. والفلفل الاسمر ده كان باين اللي هو حصى حصى، يعني ريحته جميلة قوي. يعني بصراحة الاعشاب دي بتاع البهارات دي تديها 100 من 100 بصراحة يعني. طبعا هتقعد عندك فترة طويلة بقى لو انت بتشتري ب10 جنيه، بقى ب10 جنيه كبشة. ريحتهم بقى خطيرة وجميلة جدا لو انت عايزة تطلبهم مترددة. انا بقى فتحتهم كلهم وشمتهم. احب اقولك اطلبوا وانت مطمنة، لان ما شاء الله ما شاء الله حاجة بصراحة تفتح النفس. شكلي بقى ببهاراتك زي ما انت عايزة، وحطي في اكلاتك زي ما انت عايزة. كل حاجة وليها ريحة ولها طعم. اه 12 علبة بهارات. ال12 علبة دولت ب250 جنيه. وخدوا 10 جنيه مني شحن، وانا اللي طلبت بال40 جنيه. دمت ب40 جنيه خلطة محشي. بس بصراحة تستاهل ان هما يكونوا بال40 جنيه. انا قلت له عايزة خلطة للمحشي تكون حلوة. بصراحة ريحتها جميلة جميلة جميلة. هفضي منها شوية برطمان، وهعين الباقي لما عاوزة ابقى افضي بقية الكي. يعني هيعملوا له برطمانين اتنين، مليت برطمان ومعايا لسه كمان ايه اعمل برطمان كمان. هقفله بقى عشان الريحة.
وطبعا هشوف بقى ضلفة عينهم فيها زي ما مش محتاجة ان انت تفضي في برطمانات توابل، لان العلب بتاعتها ريحتها شيك اصلا، تاخدي منها بالمعلقة كده. فكده بقى هعين دمت اهمت، والمعوز بقى وأقوم رايحة مطلعة على طول واخد بالمعلقة. تعالوا بقى نقرب الكاميرا كده ونشوف، والتغليف بتاعهم كان حلو، والكرتونة متبسترة، والدنيا تمام التمام. هنا بقى قربت الكاميرا اهوت عشان تشوفوا حجم العلبة قد ايه وشكلها قد ايه. كزبرة وفلفل اسمر وبهارات مشكلة وكمون وكاري وشطة وتوم باودر وبصل باودر والسبع بهارات، وكل هو دوت 12 علبة. بصراحة تستحق التجربة، جربوا وقولي لي ايه رأيك. ولو انتي قبلك الاعلان دوت ومش عايزة تجيبيه، فمن الفيديو ده حابة اقولك اطلبه وانت قلبك جامد، لان بهاراتها كلها جميلة وريحتها تحفة الصراحة. معاك 12 علبة وكده كده كنت قدرت توصل لاخر الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد. لايك بقى ومع السلامة.